حاسس ان عميلك فاهم منتجك؟ طيب انا اتحداك تشرحه لحد اول مره يشوفه في اقل من 30 ثانيه. لو ما فهمكش على طول يبقى كل اللي في دماغك ده ملوش اي قيمه. في دراسه في جامعه ستانفورد خلوا ناس يخبطوا بايديهم لحن معروف زي هاب بيرث داي. سالوهم: تفتكر الطرف الثاني هيقدر يتعرف على اللحن ده بسهوله؟ الاجابه: اكيد طبعا، ده لحن واضح جدا. بس النتيجه انه 2.5% بس من الناس قدروا يتعرفوا على اللحن. ليه؟ علشان اللي بيخبط كان سامع اللحن في دماغه، لكن اللي قاعد يسمع كان سامع صوت تخبيط وخلاص. وهنا الكارثه في التسويق. انت كمسوق سامع اللحن كويس جدا جوه دماغك، عارف نبره البراند، هدفه ومميزاته، لكن العميل سامع تخبيط مش فاهم اي حاجه. ليه؟ علشان في مرض شائع جدا جدا عند المسوقين واصحاب البراندات اسمه كيرس اوف نوليدج، يعني لعنه المعرفه. انت كمسوق عايش مع المنتج بقالك شهور، فاكر كل تفاصيله، كل مميزاته، وكل فرق عن السوق. بس العميل شايفه لاول مره وواقف في مكان زحمه جدا ومحتاج ياخد قرار في اقل من 3 ثواني. انت فاهمه قوي لدرجه انك ناسي ان الناس مش شايفين اصلا اللي انت شايفه. وهو ده اصل المشكله. كلاريتي بيتس كرياتيفيتي. فالصح انك تبني البراند كانك بتبدا من الصفر كل مره. لازم تخلي الرساله واضحه من اول نظره، تتفهم في ثانيه وتتحس من غير اصلا ما يحتاج شرح. فلو العميل محتاج يفكر علشان يفهم المسج بتاعتك، يبقى انت كده لسه ما عملتش اي حاجه. سلام.